كنت بتشائل من الباب بتاعي زي البسكوت، واقسم بالله دماغي تحت ورجلي. البنت اللي انت شفتوها في الفيديو دي اسمها هبة من كفر الشيخ. البنت دي عايشة هي وامها وابوها واخواتها في بيت متهالك جار عليه الزمن، لكن هتقولوا ايه؟ الكحكة في ايد اليتيم عجبة زي ما بيقولوا. للاسف الحالة اللي البنت فيها دي سببها ولاد عمها اللي حطوا عينيهم على البيت اللي ساكنين فيه بسبب الميراث. وصل بيهم الحال انهم يفتحوا شبابيك في جدران البيت اللي عايشين فيه في محاولة منهم لتطفيشهم من البيت بأي طريقة. المفروض ان الاهل هم اللي بيحافظوا على عرضهم وشرفهم من اي حد ممكن يحاول ان هو يمسه، لكن في الواقعة دي ولاد عمها هم اللي ضربوها وحاولوا انهم يخلعوها هدومها في وسط الشارع وقدام كل الناس وسحلوها وضربوها. لما البنت حاولت ان هي تنقذ ابوها واخوها اللي ولاد عمها نزلوا فيهم ضرب وبهدلوهم وسحلوهم في الشارع قدام كل الناس. تعالوا نكمل الفيديو ونسمع البنت بتقول ايه وبتستغيث وبتحكي الواقع ازاي. لا معايا واحد يقف في ظهري، ولا معايا مسؤول، ولا انا بنت مسؤول. انا لو بنت مسؤول هيتعمل فيها كده؟ انا هيتعمل فيها كده ليه؟ عشان انا بنت راجل غلبان. على فكرة انا بنت ناس، انا متعلمة على فكرة والله، ومعايا شهادات ومحترم عادي وفي حالي. عشان احنا ابويا غلبان يحصل فيا كده؟ استاذين بابويا ليه؟ ما هو بني ادم، ده ربنا كرم الانسان. البني ادم يقل من البني ادم ليه؟ والله العظيم حمد ربنا انا طلعت قبل كده اشتكيت لحد؟ لا والله ما حدش كان يعرف عني حاجه، وكنت من يعني ما حدش يعرف اللي انا فيه ولا العيشه اللي انا فيها، وكنت بحمد ربنا ودي ظروفي وانا راضيه، وربنا حاططني في مكان انا راضيه بيه، ودول اهلي وانا راضيه بيهم، وده ابويا وانا راضيه بيه وعلى دماغي. بس ده ابويا اسيبه يتبهدل، اسيبه يموت قدام مني. وابويا الاخرس ده انضف من اي واحد شفته في الدنيا، انضف من الدنيا دي كلها. كفايه ان هو بيشيلش هم ولا حد في قلبه لحد، كفايه ان هو مسلم امر ربنا وبيعامل كل الناس بنيته، وبيعامل كل الناس على اساس ان هم بيحبوه. انا هعريكي وانزلك على النت. انا ما كنتش حابه ان انا اعري نفسي كده، ان انا اتكلم كده ولا انزل كده. انا مش طايله حقي، انا مش عارفه اخده، انا مش عارفه اروح لفين ولا اروح لمين. بقالي سنه في معاناه، اقسم بالله العلي العظيم. انا لقيت ابويا ممسوك بخشبه كده من 5 رجاله على وشه، طخ طخ طخ. انا دخلت وقفت كده في وش اللي بيضرب ابويا، في وش اللي بيضرب ابويا، علشان مثلا ايه يقف يشوفني بنت يقولها مد ايد على بنت حتى يستحرم. لقيت ابويا بيتشد من 3 4 واخويا ممسوك، وواحد بيشدني من شعري وبيسحلني في الشارع، وكل تركيزه على هدومي، كل تركيزه. وقسما بالله العلي العظيم، وقسما بالله العلي العظيم لو جيتلي على باب الجنة ركعين بهسامح. حسبي الله ونعم الوكيل. سايب كل حاجة وماسك في بنطلوني. انا ما كنتش عايزه اطلع اتكلم، والله العظيم ما كنت عايزه اطلع اتكلم. انا تعبت، انا امبارح وانا بقول كده بتقطع. انا اصلا مش عارفه. انا حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم ما مصدق اللي بيحصل ده. معقولة في ظلم بالشكل ده؟ البنت نفسها بتقول مش مصدقة الظلم ده، كنت بشوف الظلم ده في المسلسلات والأفلام كنت بعيط. مش مصدقة إن اللي بيحصل لها ده والظلم اللي بيحصل لها ده من أقرب الناس ليها، من أهلها ومن ولاد عمها. عاوز أقول لك يا هبة والله العظيم ولا إحنا كمان مصدقين. الله ينعل أبو الفلوس اللي ممكن تخلي الأهل يعملوا كده في بعضهم. الله ينعل أبو الفلوس اللي تخلي الأهل ينهشوا عرض بنتهم. في النهاية عايز اقول لك ان حقك هيرجع ان شاء الله، حقك هيرجع ان شاء الله، وباذن الله احنا معاك ومكملين، وهنوصل صوتك واستغاثتك لكل المسؤولين، والبلد دي فيها قانون. اقسم بالله حقك هيرجع، حقك هيرجع يا هبة، وربنا بيسمع صوت المظلومين، وانت اتظلمتي واحنا معاكي، وهنوصل صوتك واستغاثتك، وان شاء الله تاخدي حقك، واحنا معاكي لحد لما تاخدي حقك وحق ابوكي وحق اخواتك وحق والدتك.